السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب ان شاء الله. فضلا وليس امرا يا جماعة نشترك في القناة. الف مبروك النادي الاهلي، لعيبته، جماهيره، هارد لك لجماهير نادي الزمالك وهارد لك لمجلس ادارتهم. مباراة يعني ان شاء الله الاهلي لعب مباراة 100%. شابوه شابوه لعيبة النادي الاهلي، كنتوا رجالة وكنتوا في الموعد وفرحتوا جماهيركم واديتوا ما عليكم. في شابوه شابوه. بس الأهم الاستمرارية يا جماعة، نستمر على كده إن شاء الله. بإذن الله تكون مباراة السوبر دي يعني إن شاء الله حافز للي جاي، تحفيز بإذن الله للفترة الجاية إن شاء الله. بإذن الله نواصل الانتصارات، نواصل الفوز، ما نسمعش لحد، ما نسمعش انتقادات، ما نسمعش كلام جهبصين هجاصين. اي جهباز اي هجاص ما نسمعلوش. اي حد بيهد في النادي الاهلي او بيهد في لعيبته او قصده ان هو مثلا يرمي بالكلام على لعيبه معينه، ما نسمعش يا جماعه، ما نسمعش. نركز في الكوره، نركز في اللعب، نركز مع المدرب ان شاء الله. باذن الله تكون فوق للي جاي في الدوري وفي اي بطوله تانية بنلعب فيها. عندنا دوري الابطال مجموعه صعبه، يعتبر انا من وجهة نظري اقوى مجموعة النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يعني تكون البطولة دوري الابطال ان شاء الله السنة دي من نصيبنا، باذن الله تكون من نصيبنا. وان شاء الله باذن الله نقاتل ونلعب على في اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. اي بطولة بنلعب فيها، اي بطولة هندخلها ان شاء الله باذن الله تكون من نصيبنا. وهارد لك للنادي الاهلي، لنادي الزمالك وجماهيره، قدوا مباراة كويسة. يعني كابتن أحمد عبد الرؤوف طبعا لا يتحمل طبعا النتيجة. يعني وجهة نظري كان في بعض التغييرات عليها علامات استفهام، وفي حاجات بعض الحاجات كده تشكيل أساسي نازل بيه كان برضو عليه بعض علامات الاستفهام. ولكن يا جماعة مش هنحمله، ده راجل يعني لسه تاني ماتش أو تالت ماتش تقريبا. فيعني هارد لك للنادي الزمالك وجماهيره، ومبروك مبروك الفوز للنادي الاهلي وجماهيره والقائمين عليه ان شاء الله. شابوه شابوه اللعيبه الرجاله، مروان عطيه، محمد هاني، احمد السيد زيزو. شابوه يا ابني والله، من افضل مبارياتك من ساعه ما جيت النادي الاهلي. شابوه والله. مش عايز انسى حد. مبروك كل اللاعبين، كنتوا كلكم رجاله، كنتوا كلكم في الموعد بخلاف الشناوي. كل لعيبه النادي الاهلي بخلاف الشناوي طبعا. الشناوي ما زلت مصر، لابد من خروجه في يناير قولا واحدا.